عمرك حسيتي باللي دايما انتي اللي كتعتذري حتى وإلا ما درتي حتى غلطة؟ عمرك خرجتي من علاقة وحسيتي باللي الثقة في راسك تكسرات؟ اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع الحساس، الرجل النرجسي. مرحبا بك في نساء يتحدثن، المكان اللي كنهضروا فيه بصراحة، بلا أحكام وبلا تبرير. هاد الحلقة للوعي ماشي للاتهام. شنو هو الرجل النرجسي؟ الرجل النرجسي ماشي غير رجل واثق في راسو، هو شخص كيشوف راسو دايما هو الصح، وكيرفض النقد، وكيحتاج دايما إعجاب والتقدير حتى على حساب الآخرين. وخاص نفهمو النرجسية نمط سلوك متكرر ومؤذي. كيفاش كيبان في العلاقة؟ في البداية كيبان ساحر، كيهدر مزيان وكيخليك تحسي باللي انتي مميزة، ولكن شوية بشوية كيبدا يقلل من مشاعرك، يقلب الغلط عليك، يخليك تشكي في راسك، ودايما هو الضحية وانتي المذنبة. الأثر النفسي على المرأة مع الرجل النرجسي كتولي تخاف تهدر، تحسب كل كلمة وتشك في قيمتها، وهنا الخطر، تدمير الثقة في النفس. علامات خاصك تنتبهي لها: إذا كان دايما هو الصح، ما كيعترفش بالغلط، كيستهزأ بمشاعرك، كيحب السيطرة، كيتقلب بين الحب والبرود، راه هادشي ماشي حب، راه إنذار. شنو خاص المرأة دير؟ أول حاجة، ما تلوميش راسك. ثاني حاجة، انتي ما مسؤولاش على تصليح شخص كيآدي. ثالث حاجة، ديري حدود وحمي قيمتك، حيت الحب ما خاصوش يوجع. إذا حسيتي براسك في شي حاجة سمعتيها، راه انتي ماشي بوحدك. هذه كانت حلقة من نساء يتحدثن. خلي تعليق، واش سبق ليكي تعاملتي مع شي شخص نرجسي؟